حبيب طرادة، صاحب متحف حبيب طرادة. طبعا هذا المتحف يحتوي على أشياء كثيرة، من ضمنها يعني الزجاجات البيبسي والزجاجات الأخرى المتنوعة، وعندنا علب السجاير، وطبعا عندنا الجوازات القديمة من جميع البلدان، يعني الجوازات اللي تحتوي على تاريخ أو لها قصة طبعا، وبعض الوثائق اللي تهم البلد في الخمسينيات والأربعينيات، وطبعا بعد المجلات والجرائد فترة الخمسينيات والأربعينيات. طبعا أنا صغير كنت أحب الأشياء القديمة والتحف، فمن ذاك المنطلق يعني كان عمري 15 إلى 18 سنة. والدتي عندها الأشياء القديمة مثل صندوق ثياب وساعة الوالد القديمة، وطبعا المدفأة القديمة على الغاز. الشغلات هذه قالت لي احتفظ فيها، ومن ذاك الوقت كنت أجمع الأنتيك من ذاك السن طبعا، والأشياء القليلة جابت الأشياء الكثيرة. بعض الأنتيك أحصل عليه من بعض الأهل، وبعض الأنتيك نكون يعني صعب الحصول عليه، فلازم نتعنى لنشتريه، مو بس يعني تحصله يمكن هني، ممكن تحصله في بلد ثاني. طبعا عندنا احنا البلد الشقيق الكويت والسعودية فيها أشياء كثيرة من الأنتيك، وعندهم طبعا مثل الكويت اخواننا واصدقائنا هناك عندهم متاحف كثيره وفيها من الانتيك ما شاء الله. وعندنا بالسعوديه وخاصه الاحساء عندهم متاحف كثيره وناس على مستوى كبير يمثلون الدوله. من أهم الأنتيك أحب من اقتناء الدلال. اقتناء الدلال طبعا أهم شيء البحرين عندنا، يعني أي شيء في البحرين بكوني أنا في البحرين نحب نقتنيه. طبعا من أهم صناع الدلال في ناس مو معروفين في قديم الزمان، بس اللي نعرفه احنا السيد علي الصفار، دلته كانت مشهورة على مستوى دول الخليج، وخاصة الدواوين الكبيرة وحكام دول الخليج كانوا يحبون دلة السيد علي الصفار. طبعا هي موجودة واحدة عندي لأنها صعبة الحصول عليها، وطبعا حاولوا كثيرين أن يقلدون هذه الدلة. مثلا حتى الصانع ماله كان يحاول انه بجهد ماله، طبعا تعلم الكثير، بس كل واحد له صناعته في صناعة الدلال. كان يحاول بجهده، وانا اقول لكم يعني انه صانع ماهر وغيره، لكن كل واحد له صناعته. لما احنا مثلا نبحث عن دلة نروح لمكان بعيد مثلا من صناعات القديمة، احنا لو رحنا للدولة العثمانية من أهم الدلال صعبة الحصول عليها، وعمرها جدا طويلة بحكم أنهم حكموا المنطقة الدولة الإسلامية ومن زمن بعيد، وكانت حكامها معروفين. وطبعا الدلة لازم تبحث عنها، طبعا تبحث عنها
في الناس اللي راحوا بحثوا عنها قبل وحصلوا عليها. عندنا دلة يعني لها قصة، هي بالعراق بمدينة الناصرية من منطقة شطرة، فيسموا الدلة هذه شطراوية، بحيث ان اللي صنعوا هذه الدلال البدو الجهود في المنطقة اللي هي بالعراق مدينة الناصرية منطقة شطرة، فسموا الدلة على اسمهم الدلة الشطراوية. وهذه طبعا كانت دلال يعني مش موجودة، لكن كثير من أصحابنا بحثوا عنها وحصلوها، وصارت يعني متناولة في بعض المتاحف يعني. وفي الإحساء طبعا مشهورة قريشية الإحساء، احنا نسميها قريشية الإحساء. طبعا القريشية هذه نادرة جدا طبعا عندهم، وحتى لو كانت في 4-5 احنا نسميها نادرة، لأن الكثافة السكانية الإحساء لوحدها 2.5 مليون، ومساحتها أكبر من البحرين. وطبعا لو كانوا 10 يبون يقتنونها وفيها أربع دلال من المتبقين، فاحنا هذه دلة نادرة توصل سعرها جدا جدا كبير ومشهورة يعني، وصعبة الحصول عليها، بحيث ان واحد راح حصلها في امريكا، لان طبعا في ذاك الزمن لما يخلصون الدلال يكبونها يعني او يتخلصون منها، لكن في ناس يحصلونها من امريكا من اوروبا وبسعر جدا كبير بعد. طبعا في البحرين عندنا قريشية البحرين اللي هي سيد علي، طبعا مصنع ديباج صنع دلال يعني قريبة جدا لدلة سيد علي. طبعا هي صناعتها مي سهلة وسعرها بعد عالي يعني، بس لأن الدلة متميزة بقريشية البحرين. طبعا من العائلة هذه طلع واحد هو يصنع دلال، أنا يعني سعيد إن طلع واحد منهم واختارت الحكومة على أساس إنه يدرسونه ويكون ماهر في تصنيع الدلال وتصليحها، يعني إن هي مي سهلة، بس إن إحنا لازم البحرين يكون في ناس متميزين في صناعة هذه الدلال. طبعا لو رجعنا للدلال في نقوشات مالها، وهذه القريشية إن هي جميلة جدا. طبعا اللي صانع مو بس إنه صنع الدلة، لما يقعد ينقش في هذه النقوشات تاخذ وقت من عنده وتاخذ جهد. نصيحة لأصحاب المتاحف والأنتيك إن يعني ياخذون شيء مميز عندهم شيء اختصاص مثلا في أجهزة، في أشياء مثلا عندهم بعض المهتمين يجمع علب السجاير، بعض المهتمين يجمع علب الكباريت، بعض المهتمين يجمع الوثائق، بعضهم يجمع بس جوازات. وطبعا كثير البحر يعني منهم من يعني لام كل شيء، بس يعني يكون اختصاص في شغلة واحدة على أساس أنه يهتم فيها أكثر ويكون مميز في هذه الشغلة.